سعر الريال السعودي النهارده الجمعة 30 يناير 2026 مقابل الجنيه المصري. السلام عليكم. لو انت بتتعامل بالريال السعودي سواء تحويلات من السعودية او عمرة وحج او حتى شغل واستلامات، فالخبر ده مهم ليك جدا، لان النهارده الجمعة 30 يناير 2026 سعر الريال السعودي قدام الجنيه المصري عامل استقرار واضح جوه البنوك، بس مع فروق بسيطة بين بنك والتاني. خليني اقول لك الارقام زي ما اتسجلت. آخر تحديثات معلنة: البنك المركزي المصري 12 جنيه 54 قرش للشراء، 12 جنيه 57 قرش للبيع. البنك الأهلي المصري 12 جنيه 46 للشراء، 12 جنيه 53 للبيع. بنك مصر 12 جنيه 49 للشراء، 12 جنيه 53 للبيع. البنك التجاري الدولي سي اي بي 12 47 للشراء، 12 52 للبيع. بنك اسكندرية 12 48 للشراء، 12 53 للبيع. مصرف أبو ظبي الإسلامي 12 54 للشراء، و12 56 للبيع. بنك القاهرة 12 49 للشراء، و12 57 للبيع. بنك قناة السويس 12 45 للشراء، و12 54 للبيع. بنك البركة 12 46 للشراء، و12 55 للبيع. بنك الكويت الوطني 12 41 للشراء، و12 52 للبيع. وأخيرا بنك قطر الوطني 12 50 للشراء، و12 53 للبيع. طيب نطلع بخلاصة سريعة تفيدك عمليا. أعلى سعر شراء ظاهر النهاردة 12 جنيه 54، وده في البنك المركزي وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي. أقل سعر شراء 12 جنيه 41 في بنك الكويت الوطني. أعلى سعر بيع 12 جنيه 57 زي البنك المركزي وبنك القاهرة والمصرف المتحد. وأقل سعر بيع 12 جنيه 52 زي بنك سي اي بي وبنك الكويت الوطني. يعني لو هتبيع ريال وعايز افضل شراء من البنك هتدور على الاعلى، ولو انت هتشتري ريال مسافر او عايز تعمل تحويل هتدور على الاقل في البيع. بس خد بالك الاسعار دي بتتغير، وممكن بنك يحدث خلال اليوم، وكمان في فرق بين بنك وبنك حسب السيولة والتعاملات.